مصطفى قلت له خير، قال لي الزمالك شكله ياخد قرار مصيري. قلت قال هو في حد بياخد قرارات المصيريه دي غيري؟ قال لي الزمالك شكله هينسحب من الماتش اللي جاي. قلت له الزمالك هينسحب من ماتش فاركو يعني؟ قال لا، هينسحب من الماتش التالت اللي هو بتاع الاهلي. قلت له خير، قال عشان خاطر الظلم التحكيم اللي اتعرض له في الماتش اللي فات، الماتش المصري ده. قلت يعني الزمالك عايز ينسحب تاني، شكل الزمالك مش هيجيبها لبره. لسه خلصانه دلوقتي من ماتش الزمالك وفاركو، وفوز الزمالك على فاركو بنتيجه 2-0، والمركز ال11 للمركز التاسع. وطبعا الاهلي لسه خلصان مباراته الان بفوزه على الداخليه بنتيجه 2-1، وكالعاده بلمس الاكتاف الاهلي بيكسب وياخد الثلاث نقاط ويمشي، ولكن هو بيحقق المطلوب منه في الاول وفي الاخر. مليون مبروك للزمالك فوزه بالثلاث نقاط وتقدمه اكثر باكثر الى مركز التقدم. فوقك بقى من ماتش الزمالك والاهلي اللي هم لعبوهم النهارده، وخلينا في ماتش يوم الثلاث. ماتش يوم الثلاث اللي هو مباراه الاهلي والزمالك، القمه المنتظره في الدور الثاني. طبعا